مرحبا، يسعد لي كل أوقاتكم يا رب. مباركة طاعتكم. ووصفتنا لليوم طريقة عمل اللازانيا. بالبداية بنقلي اللحمة، بنحتاج ل 800 جرام من اللحمة المفرومة. بنقليها كتير منيح. أنا طبعا ما ضفتلها زيت لأنها مدهنة. من بعد ما تقلت عندي بنضيفلها حبتين بصل بحجم وسط مفرومين ناعمين وبنقلبن، وبضيفلها معلقة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة فلفل أبيض، معلقة صغيرة بابريكا حلوة، رشة تشيلي. بحركن منيح مع بعض، وبضيف 5 حبات بندورة بحجم وسط مفرومين ناعمين، وبضيف عليهم معلقتين رب البندورة وبحركن منيح، وبضيف لها معلقة صغيرة أوريجانو. من بعد ما تعقدت عندي بضيف لها نص معلقة صغيرة 7 بهارات، واستوت عندي صلصة البندورة. تحضير صلصة البشاميل، بنحتاج 3 ملاعق من الزبدة بندوبن على النار. من بعد ما داب عندي الزبدة بضيف لها 4 ملاعق من الطحين، بنحمصهم مدة دقيقتين على نار هادية. وبضيف لها لتر من الحليب، راح اضيفه على دفعات، ومنضل عم نحرك لحتى ما يكتل معنا. منضيف اللتر الحليب كامل مع تحريك المستمر. منضيف لها معلقة صغيرة من الملح، والملح حسب الرغبة. منضل عم نحرك لحتى يتقل عندي القوام. قبل ما نطفي عليه النار منضيف لها رشة صغيرة من جوزة الطيب، بتعطي نكهة كتير طيبة. واستوى عندي صوص البشاميل. لاحظوا القوام، قوام تقيل. بنحتاج صينية بايركس، ومنضيف معلقتين من صوص البشاميل مثل ما واضح عندكم بالفيديو. منضيف مقدار معلقتين من صلصة اللحمة مثل ما واضح عندكم بالفيديو. بنحط الطبقات اللازانيا مثل ما واضح عندكم بالفيديو، ومنرد بنحط صلصة بشاميل. بنضيف صلصة اللحمة مثل ما واضح عندكم بالفيديو، يعني بنضيف طبقة من الصلصة، وطبقة من الصوص البشاميل، وطبقة من اللازانيا. بهي المرحلة راح اضيف انا جبنة موزاريلا، انتو فيكن ما تضيفوها، انا راح اضيف جبنة موزاريلا، وبرجع اضيف صلصة اللحمة وصوص البشاميل واللازانيا لا تخلص عندي كل الكمية. وهي اخر طبقة من صوص البشاميل، وبضيف لها كمية من جبن الموزاريلا، وانا ضفت جبنة بارميزان بتعطي نكهة كتير طيبة. وبدخلها الفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 170، شغال من الأعلى والأسفل مع بعض لمدة من 30 ل40 دقيقة. وهي من بعد ما طلعتها من الفرن الريحة بتشهي. بتمنى تجربوها، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس
ليصلكم كل جديد.